انت بتعمل ايه؟ بقطرها. بتقطر ايه؟ ما توديناش في داهيه يا عم. ايه المشكله لما اقطر يعني؟ قطر العربيه ده كارثه كبيره جدا، لان الفتيس ممكن يبوظ منه. اي فتيس اوتوماتيك بيعتمد في التبريد على تدوير العربيه مش على حركه العجلات، لان هو لو بيتبرد بالميه او بالزيت او بالهواء او الثلاثه مع بعض او ايا كان طريقه تبريده، بتعتمد اعتماد كلي ان العربيه تبقى دايره. فانت لما بتقطر العربيه والعجل بيتحرك بيحصل ارتفاع في درجه حراره الفتيس من جوه، فبيحصل احتكاكات والزيت بيفقد خواصه، فبالتالي العربيه ممكن تجيب فتيس زي السلام عليكم كده. ده فتيس سي في تي اصلا يا محرم. سي في تي اي نوع فتيس اوتوماتيك بيتضر من القطر وبيرتفع درجه حرارته. والسي في تي ده بقى اخطرهم عشان هو بيعتمد على جنزير او سير وبكرتين او اكتر، فاللي بيحصل الاحتكاكات بتحصل داخليه ودرجه حرارته بترتفع بسرعه جدا. احسن حل ترفعه على وين. انا طالب يا محرم 10 ونش لحد دلوقتي محدش جه. يبقى اتكلم الميكانيكي بوش هيجي لك لحد عندك مهندس وفني، وما تشغلش دماغك تاني عشان ما تطيرش الفتيس. ايه اللي حصل معاك يا باشمهندس؟ نزلت ادور عربيه مش عايزه تدور. دور كده. تمام. يلا بينا نتحرك على المركز. يلا بينا. بقول لك ايه، ده اختراع. ولا اختراع ولا حاجه. وانت في التجمع او الشيراتون او مدينه نصر او المعادي او اكتوبر او الشيخ زايد تقدر تطلب الميكانيكي بوش هيجي لك لحد عندك، صيانات سريعه او اعطال.